صبحكم الله بالخير والنور والسرور، يا مرحبا ومسهلا. اليوم 2/11/2024. اليوم بتكلم شوية عن موضوع القهوة. موضوع القهوة، إذا اكتشفت أن القهوة أو حبوب القهوة، إذا اكتشفت أن حبوب القهوة مش قادر تضبطهن في البورتا فلتر، والصبة ما تنزل متناسقة وتنطش يمين ويسار، فاعرف ان القهوة هذه تكون قديمة. لان بعض انواع القهوة اذا صارت قديمة مهما تحاول انك تضبطها، مهما تحاول انك تنسق نزول الماء، الاستخلاص يكون جميل، ما تستطيع، فتكتشف ان القهوة هي السبب. الان عندنا هذه القهوة كولومبيا. تصوير، وين التصوير؟ من كولومبيا. هذه محمصة في 23/10/2024. فالحين بنجربها ونسوي منها فنيال قهوة ونتوكل على الله. نشغل العداد ونبدأ نحط الكونتينر اللي بنحط فيه ونصفر العداد، وإن شاء الله نضع قليلا من القهوة حتى نوصل 18. طبعا انا استعمل الكيس لان عندي الكونتينرات كلها مليانة. نجهز المطحنة ونحاول ان نبدأ نشوف لو فيه قهوة قديمة او متجمعة، ننظفها بحيث ان نضغط على المطحنة ونخلي اللي باقي فيها من قهوة امس تروح، طفيها. طبعا هذا الشيء اللي بقى فيه تفتح هذا بتحصل قهوة متجمعة، وتنظف مكان تجمع القهوة بالبروش. تنظف مكان تجمع القهوة، وضع البورتا فلتر في مكانه. نرجع البوز، بوز القهوة، وتشغل اول شيء المطحنة قبل ما تحط القهوة فيها. طبعا يفضل انك ترشها بخة من الماء. هاي نزول القهوة، تعمل لها نفخ عشان تنزل القهوة اللي متجمعة في المطحنة. وهذا شكل القهوة. طبعا شوف شكل القهوة كيف متناثرة، دقها دقة واحدة، او هني عشان التصوير. شوف نزلت. تحطها في المكان المخصص وتجيب مفك التكتلات، مسامير، تبدأ تلفلف او تستخدم هذا اللي جاي مع المطحنة. هذا الحالة. شوف كيف يتم تنظيف هذا. تحطه هني وتنظف، لان هني نفس الاشواك محطوطة عشان تنظف لك الاعواد هذه، تنظفهن وغدا ممتازات. بعد ما فكينا التكتلات بعد ندق دقة واحدة عشان تنزل القهوة. بعدين تجيب هذا الاختراع الجميل. هذا الاختراع الجميل في شوف هذا ينزل بالجاذبية يسمونه. فأنت مجرد تحطه ما في داعي تعاير وتطول وتقصر، تحطه فوق القهوة. شوف وتلف. طبعا هذه ما لها دور. تبدأ تلف، هو ينزل على إذا القهوة نزلت نزل، إذا القهوة ارتفعت ارتفع. شوف نزل نزول كامل. بعد ما ينزل هني
عندي في هذا المكان عندي شيء تامبر، التامبر الالكتروني. طبعا مثل ما شفتوا هذا تامبر الكتروني وهذا تامبر بعد بالضغط، لكن انا مو بحب استخدم هذا، لكن هذا ارخص تقريبا قيمته 700 او بعض الاماكن اقل شوي او اكثر، فهو جميل جدا. لكن انا الحين ما استخدمه، استخدم هذا اللي قيمته تقريبا 2000 درهم. فشوف الان في تشغيل من الخلف وفي تعديل لقوة التامبر. شوف التامبر، شوف كيف يظهر. تقدر تجيب يا طول العمر الخلقة وتنظفه من القهوة إذا كنت شاك فيه. هذا يسمونه مينتننس مود، يظهر التامبر. شوف لو ضغطت مرة ثانية يرجع. أنا مجرد أحط البورتا فلتر هذا في التامبر بيضغطها على ضغط 20، فيه 10 و20 و30 آخر شيء، وفي من بينهم تقدر تختار بعد ضغطات. شوف الآن سرعة، شوف الحلاوة بدون أي تدخل، حتى لو قلبتها ما تطيح. شوف شيء جميل. طبعا أنا احترت أبعد الكاميرا ولا أقربها من التصوير، لكن بصور لكم الآن من بعيد وبصور لكم نزول القهوة. نحط الميزان ونركب البولت. قبل ما نركب البورتا فلتر طبعا الكاميرا لو احنا نسولف نامت، هوقف التصوير لين تشتغل ويشتغل المؤقت. شوف يأشر 74 لين تسخن الماكينة. طبعا نوريكم الاختراع هذا جميل، يجي مع المطحنة هذه. هذا تحطه على البورتا فلتر عشان يجمع القهوة كلها داخل البورتا فلتر بدون ما يطلع أي شيء. كذلك في شيء ثاني اللي هو الليت هذا شوف فائدته. هذا ما له خص في القهوة، ولكنه تحطه عدال الماكينة مثلا ويكشف لك، يعمل لك إضاءة للبورتا فلتر عشان تشوف نزول القهوة. وهذا اللي بنستخدمه حاليا. شوف هذا اللي بنستخدمه حاليا في إضاءة البورتا فلتر ونشوف. وهني موجود مراية توريك الصب بدون انت ما تنزل راسك وتطالع الجروب هيد يوم ينزل القهوة. كذلك من الحاجات المهمة من أكايا الأداة هذه، تحط فيها القهوة وتقدر تطحن فيها القهوة، توزن القهوة وتطحنهن، وتقدر تحط البورتا فلتر وتكبه داخل. شوف جاي على الوزن او جاي على شوف تحطها كذي. اذا كانت القهوة مطحونة تحطها هني وتقلب، تكون القهوة انزلت داخل البورتا فلتر. طبعا البورتا فلتر فيه منه هذا اللي يقسم، اذا بتسوي الصبة تقسمها حق شخصين، فهاي تنقلب يصب واحد هني وواحد هني للشخصين. وهذا طبعا البورتا فلتر المكشوف انا ما استخدمه، لكن هني حط لنا حق التنظيف القطعة هذه يسمونها بلايند باسكت. هذه ما تخلي الماء ينزل، فنظف فيها الجروب هيد. طبعا شاور سكرين هذه يسمونها. شوف في اعداد متنوعة منها. في شيء طاح استغفر الله. اما قطعة الخشب هذه فما لها اي فائدة الا انها فائدة جمالية للمطحنة تبندها، لانك ممكن مرات تسوي قهوة في يوم واحد. الحين الماكينة جاهزة، نقدر ننزل شوي ماي. تقريبا انا عادة انزل 20 ثانية. هني العداد موجود، هذا العداد انزل 20. شوف البخار، هذا البخار لان الماء حار والقروب هيد حار، فعند نزول الماء يتبخر. انا الحين انزل الماء هذا اللي متبخر وحرارته عالية، انزله. بعد ما ينزل الحين 22 ابدا احط البورتا فلتر. شوف نركب البورتا فلتر ونبدا الحين نعدل موضوع الكاميرا عشان انها تكون من تحت تصور لنا ونشوف لنا جلاس مميز نحطه. ونشوف لكم هذا السيراميك. شوف السيراميك هذا ونحطه. يعني طبعا هذا يرجع الى ذوقك، تحط اللي تبي تحطه.
الحين نغير وضعية الكاميرا إن شاء الله. الآن شوف تم تغيير وضعية الكاميرا عشان أتصور لك الصبة، وشوف الظلام اللي موجود. شوف الآن لما نشغل الليد، شوف الآن لما نشغل الليد شو اللي يصير، يختلف الوضع تماما، وتبدأ أنت تشوف. شوف تقريبا ان الله اعلم ان ايوه الحين احسن، قربت الليد جدا. الحين نبدا نصور وبسم الله. اشوف الان الظلام. لما تجيب الليد طبعا التصوير صبينا وراح التصوير. شوف الحين يبين. شوف شوف الحين البورتا فلتر او الجروب هيد كيف مظلم. شوف بعد الليت، حط الليت يبين الماي، يبين نزول الماي. فنبدأ نحط البورتا فلتر ونبدأ نضبط الفوكس، ونبدأ نحط السكيل. طبعا لازم تختار انه يكون مباشرة تحت الجروب هيد عشان نزول القهوة يكون سلس. الحين ان شاء الله نبدأ نشغل الجروب هيد ونبدأ نعد الوقت ونزول القهوة. وانا قاعد اشوف بالمراية اللي هني، شوف نزول القهوة كيف حالاته، جميل جدا، لان هذه القهوة جديدة وبقراطيسها وعدها برطوبتها وعدها بحلاوتها. شوف لازم يوصل 36، وصل 36 بسرعة. نطفي الليت، انتهى دوره، ونشوف القهوة اللي طلعت. شوف الحلاوة، شوف الزين، ما شاء الله تبارك الله. وتحياتي للجميع، ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، وتأكدوا ان الفيديو هذا في الوقت كلف اضعاف مضاعفة المدة اللي تشوفونها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.